السؤال ده مكرر وهو بالنسبة لناس كتير محرج جدا. عمليات تجميل المنطقة النسائية أو المهبل. طيب هي إيه المنطقة النسائية دي بالظبط؟ عبارة بالنسبة لنا عن المهبل شفايف خارجية شفايف داخلية. إحنا بنشوف آثار تقدم الحمل والعمر، إيه اللي حصل فيهم؟ هل الدنيا فيها سقوط، ضمور، أو المهبل واسع؟ بتاع العملية بتتم بنتائج مرضية تماما. إجراءات كتير منها بتبقى داخل العيادة مش بره. اجراءات كتير بتبقى باجهزه مش لازم عمليات جراحيه. طيب خلينا نتكلم ان انا النهارده وصلنا لمرحله ان احنا لازم هنعمل عمليه جراحيه. ايه اللي بيتم فيها؟ ان احنا بنملى تاني الشفايف زي ما كانت، نضيق المهبل ونرفع منطقه العانه كلها. ده اجراء بسيط جدا بيتم ببنج يا نصفي يا موضعي، كتير من الاحيان بيبقى موضعي. الموضوع ما فيهوش احراج. الموضوع في حاجه مضايقاني او مضايق البارتنر اللي معايا، فبقى اروح اعمله. الاجراء سهل وبسيط جدا الحقيقه، مش محتاج كل الاحراج والمسجات اللي بتجيلنا طول النهار. عملية إجراءها بسيط أو إجراء في العيادة بسيط، نتيجته مضمونة مضمونة، ونتيجته أكتر من رائعة. هل الغرز أو الإجراء اللي بيتعمل بيبان ليه أثر أو لأ؟ والإحساس بيرجع في المنطقة دي تاني ولا لأ؟ الغرز عمرها ما بتبان الحقيقة في المنطقة دي، أو أي إجراء أو جرح عمرها ما بتبان في المنطقة دي. والإحساس بيرجع تماما إن ما كانش أزيد، بالذات بالنسبة لموضوع الاستثارة الجنسية، في خلال من 3 ل4 أسابيع.